أحكام هذا القرآن من أوله إلى آخره. عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس فيه اختلاف لا في حكمه ولا في صدقه، بل هو من عند الله عز وجل، يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصنات الإيمان ومقوياته. فازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، وردوا المتشابه الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع من عند الله وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يعني هنا في هذا الجزء الذي تكلم عنه أنه تكلم عن معرفتهم بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مفسرة وبيان للقرآن، وقد تأتي لما في القرآن، مثل الأمر بالصلاة في القرآن والأمر بالصلاة في السنة، وقد تأتي شارحة ومبينة للقرآن، وقد تأتي أخرى. فالسنة مأخوذة من القرآن ومبنية عليها. قال لما ذكر الراسخين قد وصف الله الراسخين في العلم، العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء أكثر علما بالله عز وجل وما يجب له، فهم أكثر الناس تعبدا وعبادة لله عز وجل. وصف الراسخين فقال يحصل لهم العلم التام، أهل العلم يحصل لهم العلم التام لأنهم يعرفون ما يجب لله وما يجوز عليه وما لا يجوز، ويعرفون ما يجب نحو الله عز وجل عليه من عبادة الله ومن طاعته. هم أكثر معرفة بالله عز وجل وأكثر خشية لله عز وجل. نعم. السلام عليكم، مساء الخير، شكرا جزيلا. آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو